الوطنية الصادقة عاشتها اليوم مدينة تازة وساكنة المدينة، وهي تستقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بكل مظاهر الحفاوة والاستقبال الشعبي الكبير الذي يليق برمز هذه الأمة وقائدها نحو التقدم والرقي. استقبال شعبي كبير عكس مشاعر الحب والتلاحم والوفاء الدائم في أجل معانيها وأصدقها وأغناها. فساكنة تازة والإقليم بكامله تبارك الزيارة الملكية الميمونة وتسعد بهذا التشريف الملكي وتعتز بهذه العناية الملكية الدائمة التي يخص بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رعاياه الأوفياء أينما حل وارتحل. فبالأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة وبالأهازيج الشعبية والفولكلورية التي تجسد غنى وتنوع التراث المحلي للمنطقة، نسجت ساكنة الإقليم أروع صفحات الولاء والإخلاص والتعلق الدائم بالعرش العلوي المجيد والتجند المطلق وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لكسب معركة التنمية وربح رهان التحديث والعصرنة. فجلالة الملك حفظه الله وعبر مبادراته الخلاقة ومكرماته الإنسانية ذات البعد الاجتماعي والتنموي يواصل بإرادة قوية وعزيمة لا تكل مسيرة التحديث ومسيرة البناء والتشييد، ويشيع ثقافة التضامن والتكافل الاجتماعي والتآزر بين أفراد المجتمع لتقوية بنيان هذا الوطن وكسب كل الرهانات. فالإشارات القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تجد صداها في أوساط المجتمع المغربي وتنخرط فيها بكل تلقائية وعفوية وبروح وطنية كل الفعاليات وكل الطاقات. فإقليم تازة الذي ينعم بثمار السياسة الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في المجالات التنموية يتوفر على إمكانات طبيعية وطاقات بشرية خلاقة تعد بالعطاء الكثير لدعم مسلسل التنمية المحلية وتحريك